السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. كان أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا باه تكبر عائلة المطبخ الجزائري، وفي نفس الوقت تفعلوا الجرس باه يوصلكم جديد. الفيديو تاع نهار اليوم راح نشارك معكم طاولة الأطباق تاعها تقدروا ديروها في العرضيات ولا المناسبات تاعكم، وتقدروا ديروها ثاني في شهر رمضان. راح نبداو بالطبق اللي راح يكون طبق رئيسي. راح ندير شطيط اللحم خاصة للمبتدئات، راح نوري لكم كامل أسرار نجاحها وراح نمشوا خطوة بخطوة. المقادير اللي نحتاجوها كالآتي: اللحمة عندي كمية من قطع تاع اللحم. القطع تاع اللحم راني قطعته بهذا الحجم، ما تكونش القطع صغار بزاف، يكونوا متوسطين. لهنا حبة بصل تكون كبيرة ومقطعة، وتقدروا تستعملوا هذه النوعية. لازم الكمية تكون بهذا الحجم، ما ديروش كمية صغيرة تاع بصل. حبة طماطم ربيتها في الراب، كمية من الحمص. لهنا الحمص هذا راني مرنخاتو، واللي ما تحبش دير الحمص تقدر تعوضه بالزيتون الاخضر، بصح كملاحظه لازم تغسلوه مليح وتشلوه وتنحوا منه الملح هذاك الزايد. لهنا عندي كميه من الثوم المربي وطماطم مصبره. وفيما يخص لي زيبيس، من بعد كي نبدو نطيبو درك نمدلكم لي زيبيس اللي نحتاجوهم في الوصفه تاع نهار اليوم. نبداو بتحضيرها على بركه الله. نحط المكونات على جنب، نجيبوا الكسرول اللي راح نطيبوا فيها، نحط فيها كميه البصل اللي احنا راني حاطه فيها الزيت، تقريبا 3 ملاعق تاع زيت، ونضيف كميه البصل. درك راح نحطها فوق من النار ونخلي هذاك البصل يتقلى. بعد ما تحطوا البصل على النار يتقلى، اللي احنا راهي تحب البصل لازم نديروا كميه ملاحه. كي تشوفوه بدا يذبل تضيفوا القطع تاع اللحم. لهنا ديما الكميه حسب افراد العائله، وهذا الطبق يجي بزاف بنين. لهنا ضروري انه نخلو اللحم يتقلى، نضيفوا الفلفل الاسود، نضيفوا الملح. لهنا كملاحظه كي تكونوا دايرين بالحمص ملحوا عادي، بس كي تعودوا راح ديروها بالزيتون نقصوا الكميه تاع الملح. ولهنا لازم نحطوا الملح والفلفل الاسود على الاول باش هذاك اللحم يجيكم بنين في الطيب تاعكم، وما تجيش الماكله تاعكم ماهيش ملاحه. وانتم قاعدين تتفرجوا في الفيديو ما تنسوش ديروا لي لايك واشتراك، وما تنسوش ثاني تدخلوا للقناه تاعي الثانيه، القناه تعليميه. اللي ما يعرفنيش راني دايره قناه تعليميه تخص الاولاد، لان المهنه تاعي التدريس وراح تفيدكم بزاف. هذه القناه تيسير طريق النجاح. درك نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، واكيد نتشرف بكم كي تنضموا ليا. شوفوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. نخلو هذاك اللحم يتقلى مليح مع البصل. على الاول ما نضيفوا اي اضافه، لازم اللحم والبصل يتقلوا مليح. هذا هو سر البنه تاع الطياب. هذه هي الملاحظه للمبتدئات. كي تشوفوا اللحم تقلى مليح مع البصل، شوفوا القطع تاع اللحم قدوين الحجم تاعها، ما ديروهمش صغار، لازم يكونوا متوسطين. لهنا نضيفوا الطماطم المصبره حوالي ملعقه تكون مليانه، هذه في بدء الامر. وتحكموا تقلوا هذيك الطماطم على الاول مليح باش تسيب البنه تاعها. هذه قبل ما نضيف الثوم والطماطم الطبيعيه الطاجه اللي ربيتها في العراب. التوابل ما تحطوهمش دركا، ديما قلوا البرمه تاعكم على الاول، خاطرش كي تحطوا لي زيبيس مع الاول الباديك راح يتحرقوا ليكم وتجي الريحه تاع الماكله تاعكم ماهيش بنينه. لهنا راهي بدات تتقلى هذه الطماطم المصبره. كي تشوفوها تقلت مليح تضيفوا هذيك الطماطم اللي ربيناها في العراب، ونضيفوا عليها كميه الثوم اللي هنا حوالي 3 فصوص يكونوا كبار ربيتهم في العراب، وتقدروا ثاني تهرسوهم في المهراس كيما حبيتوا. في هذه المرحله كي تضيفوا الطماطم ضيفوا لي زيبيس اللي هنا عندنا الكزبر مع نصف ملعقه فلفل تحبوه حلو ولا حار. هي هذه الاكله راهي اكله تقليديه تجي حاره، بصح انا اليوم مانيش راح نستعمل الحار. وانتوما كي تحبوا ديروا الحار عوضوا هذاك الفلفل الحلو اللي درت نصف ملعقه ديروها فلفل حار. نضيف القليل من الكركم، نحب ديما ندير الكركم في الاكلات تاعي خاطر راهو مفيد بزاف للصحه. كميه قليله ما تكثروش. ودرك ضروري اني نغطيها ونخليها تتقلى. كي تشوفوا المكونات كامل تقلوا مليح
قلوا على نار هاديه باش تجي الماكله تاعكم بنينه. نضيفوا الان الحمص. لهنا ديروا الكميه حسب افراد العائله وتحكموا تمرقوا بالماء السخون. هذه الملاحظه نركز عليها للمبتدئات، ما تحكموش تمرقوا اي اكله ديروها تمرقوها بالماء السخون، باش كان ديروها بارده راح تصمات. راح نضيف ورقه طارنت. لهنا تحبها حاره تقدر تضيف فلفل الاحمر هذاك اللي يجي صغير يجي حار بزاف، ولا كيما انا اليوم مانيش راح نديرها حاره كي طيب. درك نحكم نضيف لها الفلفل هذا الاخضر اللي هو حار. درك نغطيها ونخليها حتى تطيب. انا عندي كميه من الفرينه 3 كيسان تاع فرينه، نضيفوا ليهم لهنا الخميره والسكر، نحطوا الملح على جنب، ونجيبوا الحليب الدافي. لازم في هذه الوصفه تستعملوا الحليب دافي، ونبدا نعجن فيها بيدي. هذه الوصفه راح تجيكم بزاف هايله وبنينه، تقدروا ديروها في الطاوله تاعكم تاع الافطار، خاصه الاولاد اللي اول مره يصوموا يحبوا الوصفات كيف هكذا، خاصه يحبوا يجوزوا بها الشوربه ولا ما يحبوش البوراك. هذه المملحات راح تجي بزاف مليحه والشكل تاعها جديد. لهنا كما راكم تشوفوا لازم نعجنوا بالحليب. لهنا راني ما حطيتش الزيت على الاول، لازم تعجنوا العجينه بلا ما ديروا الزيت. انا ديما في المملحات نحط الزيت هو الاخر، ما نحطوش مع الاول، ونلم مليح هذيك العجينه حتى العجين تاعها ما يديش وقت. ما نحتاجوش ندلقوها، غير نلمو باطراف الاصابع. شوفوا لهنا الحليب راح يعطيها خفه للباط تاعنا. وديما طروا شويه العجينه، ما تجيش العجينه يابسه تاع المملحات. انا نبقى نلم فيها حتى نشوفها تلمت. لهنا مانيش راح نزيد نضيف لها الحليب، يكفيها. شوفوا القوام تاعها لازم تكون طريه. كي تشوفوها هكذا ضيفوا الزيت في الاخير. راح ندير 2 ملاعق تاع زيت. تقدروا ديروا خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتي. شوفوا كي درت الزيت كيفاه بدات تتلم. شوفوا لازم تكون طريه. راح نبقى ندلك فيها حتى نشوفها انسجمت ولا السطح تاعها املس. لهنا نستغني على ريسيبيون ندلكها بهذا الشكل مدة 5 دقائق. هذا هو الشكل تاعها بعد ما بقيت ندلك فيها، لازم يكون املس. درك راح نغطيها ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. فيما يخص الحشوه تاع المملحات راح تكون بزوج مكونات، وراح تكون المكونات تاعها بسيطه، ماكمش راح تطيبوها في المقلاة. لهنا عندي في هذا الصحن 2 علب تاع طونه بصلصه الطماطم، ضروري انها تكون بصلصه الطماطم. والمكون الثاني جبن مبشور اي نوعيه عندك. نحط المكونات من هنا على جنب. نجيبوا العجينه. شوفوا بعد ما تضاعف الحجم تاعها ضروري انكم تخلوها تخمر. لهنا من بعد من هنا باش نقدر نخدم ونرش بالفرينه ونحكم ننزل هذيك العجينه لتضاعف الحجم تاعها. لهنا ننزلها بالاقل ونديرها على شكل بودة. نجيبوا الكوبات ونقسموها الى 4 اجزاء. حاولوا انهم كامل يكونوا قد بعضهم ونشكلوهم كويرات. شوفوا كيفاه طريقه سهله وبسيطه، والعجينه راهي طريه ماهيش يابسه. هذه المملحات شكلها جديد ونشوفوها تلاصقت معليش. رشوا بالفرينه تقدروا تشكلوها كويرات. تشوفوا معايا الخطوات سهله وبسيطه جدا، اي وحده فيكم تقدر تديرها في المنزل بكل سهوله. دركا بعد ما شكلناهم 4 كويرات نبدو بالكويره نحلوها على شكل دائري. ضروري الخطوه هذه. نجيب الحلال لازم نمشوا على الاول بالطول، ضروري الخطوه هذه، والبعديكا نرجعوا بالعرض. كي تشوفوها تتلاصق رشوا بلون طرافاي تاعكم بالفرينه باه ما تلصقلكمش، وحاولوا تفردوها شويه رقيقه ما تكونش العجينه خشينه. دركا راهي ولات جاهزه معايا.
الخطوة هذه ضرورية. ترفدوا العجينة تاعكم، تحطوها على الأداة تاع سيليكون، ولا تقدروا ديروا ورقة طهي على شكل دائري وتحطوه. نظن راهي واضحة. المرحلة الأولى لازم تكون بهذا الحجم. نجيبوا هذاك الطعم، نحط كمية منه ونفردها بهذا الشكل. وتقدروا تعوضوا التونة بصلصة طماطم ونوزعها كامل بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. اللي ما عندهاش الجبن المبشور تقدر تجيب كمية من الجبن العادي طري وتخلطوا مليح بالفرشاة مع هذه الصلصة تاع التونة. نفردوها مليح. بعد ما تكملوا تفردوها تجيبوا هذاك الجبن المبشور وتحطوا كمية تكون مليحة منه، خاطرش بالك راح يدخل للفرن ويذوب ويعطينا مذاق مليح للمملحات تاعنا. شوفوا تقول راهي بيتزا بصح هي ماهيش بيتزا. والبديكة تنحاها وتخلوها على جنب. زيدوا تجيبوا الكويرة الثانية وتحاولوا تحلوها بنفس الحجم تاع الحبة الأولى. ديما رشوا الفارينة باه ما تلصقش. هي في التشكيل تاعها هي اللي شوية تدي وقت، وتحاولوا انكم توزنوا الحبات كامل يجوا بنفس الحجم باش باكا كي تحلوهم تحصلوا على نتيجة واحدة. ديما في رمضان نحبوا الوصفات هذوما تاع لي سوفلي والمملحات ونزينوا بهم لاطابل تاعنا. جربوا هذه الوصفة واكيد اكيد راح تعجبكم. نحلها ديما على شكل دائري، ديما مع التقليب المستمر باش تتحصلوا على الشكل الدائري. الباط هذه تجي بزاف خفيفة، تمشوا بالطول وبعد ترجعوا بالعرض. بعد ما تحلوا الطبقة الثانية تحكموا تزيدوا تجيبوا الطبقة هذيك الأولى وتحطوها فوق منها. لهنا نفردها مليح. حاولوا انها هذيك الحشوة ما تخرج لناش على برا، ونضغط بيدي باش نخرج هذاك الهواء الزايد من العجينة. نزيد ندير الثوم. لهنا هذه الكمية اللي درتها راح تكفيكم. الكمية تاع الثوم 2 علب راح يكفوكم. والحشوة تقدر تغيري فيها، تقدر ديري حتى اللحم المفروم مع البصل، وديري كل طبقة بنكهة أخرى. أنا اليوم حبيت نكهة الثوم بركة. تعرفوا في رمضان منحبوش الوصفات اللي تدي لنا الوقت، خاصة مع الخدمة تروحي تحبي ديري حاجة سهلة. لهنا الحشوة ماهيش متعبة. وتزيدوا طبقة من هذاك الجبن المبشور. لهنا يكفيني. نزيد نحاول نحطها من هنا ونزيد نحل الطبقة الثالثة. ديما نرش بالفرينة وتحلوها على شكل دائري كما الأولى والثانية. بعد ما تكملوا تحلوها تزيدوا تحطوا هذه الطبقة فوق من الطبقة الثانية. حاولوا انكم تسووها بهذا الشكل ونزيد نعيدوا نضغطوا باش نخرجوا الهواء. هذا فيما يخص المرحلة هذه. دركا نحط هذه على جنب ما نديرولهاش الحشوة، ونجيبوا الطبقة الأخيرة اللي هي الطبقة الرابعة. نحلوها على شكل دائري. دركا راهي ولات جاهزة معايا. حليتها على شكل دائري. بعد ما تشكلوا هذه الكويرة الأخيرة الرابعة على شكل دائري تجيبوا السكين وتقسموها إلى نصفين. هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، وتديروا مثلثات. حاولوا انكم تسقموا المثلثات تاعكم. دركا كيف راح نشكلوهم. هنا نجبد الكاميرا بركا باه تشوفوا. نجيب في الوسط وندير ثقبة بهذا الشكل. لهنا نستعمل الجرارة احسن. نديروا ثقبة في الوسط فيهم كامل. ودركا نجي مع الاطراف وندير خطوط هكذا كما راكم تشوفوا فيه. نزيد على الجهة الاخرى بهذا الشكل نديرهم كامل. باقي نوري لكم الخطوة اللي بعدها. هنا من بعد هذوما باش نوري لكم الخطوة اللي بعدها. نجيبوا هذه اللي قبيلاتي خدمناها مع بعضنا ونقسموها الى نصفين. نزيد الجزء هذا ونزيد نقسمها الى مثلثات. ثم نجيبوا هذه المثلثات اللي خدمناهم
ونحطوهم فوق منها كما راكم تشوفوا. طريقه سهله وما تخافوش درك يلصقوا ليكم من بعد. غير نحاول كي حطوهم مسقمين، زيدوا افتحوا هذه الفتحه شويه. طريقه سهله والخطوات غير تبعوا واش قلت لكم، اكيد راح تنجحوا فيها. كل مثلث ديما ديروا فيه الخطوط هذه، تقش بالك هي راح تدني لينا الديكور لحبه المثلثات تاعنا. دركا بعد ما تحطوا هذيك المثلثات كامل، الخطوه اللي بعدها واش ديروا، تجوا للاطراف هذه اللي راكم تشوفوا فيها وتقلبوا بهذا الشكل. طريقه سهله جدا في التشكيل. ومن بعد نهزهم ونحطهم في البلا يكون مدهون بالزيت مرشوش بالفرينة. شوفوا كي نرفدها كيف شكلها، كيف يجي تجي من هنا بالطبقات، يعني كي تنولوها راح تجي بزاف هايله. دوك راح نحطها في البلا. شوفوا الشكل تاعهم بعد ما حطيتهم في البلا، ويجوا من هنا بالطبقات. هذاك الفرماج من بعد راح يذوب ويعطيها بنه. الخطوه اللي بعدها اللي هنا عندي بيضه ضربتها ونحكم ندهن السطح تاع المملحات هذوما اللي درناهم، ادهنوا مليح باش بعديكا كي نحطوها في الفرن تحمر ويجي اللون هذاك المليح تاع المملحات. وصفه جد رائعه وستيل جديد. خلينا نقعدوا ديما في هذيك المملحات ولي سوفلي نغيروا من الوصفات تاعنا حتى كي تناولوها تجي بالطبقات. وخاصه كان غيرتوا في الحشوه تاع كل طبقه تقدروا تستعملوا الدجاج مفتت كان يقعد لكم مثلا بيض، تقدروا تستغلوه في هذه الوصفه. تزيدوا تذبلوا البصل وتحكموا تحطوه مع هذاك الدجاج المفتت والفرماج، وتقدروا تستعملوا حتى الطون تاع الزيت الطبقه الثانيه ولا اللحم المفروم. لهنا نمدلكم في الاختيارات باش كل واحد واش كاين عنده في المنزل يقدر يدير الوصفه. مثلا ما يكونش عندك الطون حبيتي ديرها تقدري ديرها مع تغيير الحشوه. هي لاباز تاعها العجينه هذه بك راح تجي بزاف خفيفه. راح نوري لكم شكلها من بعد ما تطيب. وكخطوه مهمه في هذه الوصفه لازم كي تحكموا تشكلوهم وتحطوهم في البلا وتدهنوهم ما تدخلوهمش للفرن، خلوهم يزيدوا يتضاعف الحجم تاعهم باش يجوكم مليح. نتاكد انه كل اماكن دهنتها مليح. نكتفي بهذا القدر. لهنا نجيبوا سانوج، لازم يكون سانوج اكحل ونديروا في هذيك الثقبه اللي خليناها قبيلاتي. شوفوا المنظر تاعها بزاف مليحه. درك راح نكمل ندير السينوج ونحكم نخليها تضاعف الحجم تاعها قبل ما ندخلها للفرن ونوريها لكم كيف تضاعف الحجم تاعها. لهنا راهو تضاعف الحجم تاعها، شوفوا كيفاه. درك راح نحطها في الفرن طيب. الفرن ضروري انه يكون لازم سخون، تحطوها طيب حتى تشوفوها طابت ومن فوق ولا لونها هذاك اللون الذهبي. هذا هو الشكل النهائي للطبق لنهار اليوم. انا حبيت اليوم حجم عائلي كفكره يكون عندكم مناسبه ولا عرفيه، ولا تقدروا تقدموه في اطباق فرديه ولا هنا كل واحد والذوق تاعو. جربوا اكيد ما كنتش راح تندموا ليه. درك ما عليا غير نقول لكم بارطاجيو الفيديو عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدي. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.